النقطة الثانية فكرة الأحزاب الدينية، وأنا معترض أساسا على التفسير، لأن الحزب الديني تفسيره قانونيا ودستوريا وفي أحكام قضائية حسمت هذا الأمر هو الحزب الذي يبنى على أساس التفرقة بين المواطنين، الحزب الذي ينص في عضويته على ديانة معينة أو مذهب معين أو طائفة معينة، هذا هو الذي يحظره الدستور، وهذا هو الذي يحدث التفرقة بالفعل بين الدساتير السابقة. حتى على فكرة في نصوص الدستور 71 اللي هو لا يجوز قيام احزاب على اساس ديني، كان بهذا النص حكمت المحكمة بأن حزب البناء والتنمية ليس حزبا دينيا، حكمت المحكمة بأن حزب الوسط ليس حزبا دينيا، حكمت المحكمة بأن شعار الإسلام هو الحل الذي يستخدمه الإخوان المسلمون ليس شعارا دينيا، وقالت المحكمة في حيثيتها أن الشعارات الدينية التي تفرق بين المواطنين. فالحزب الديني ده أساسا غير موجود في مصر، إنما في أحزاب سياسية ذات مرجعية الإسلامية. أيوة، وقف بعد النقطة دي. لا هو بص بقى هنا عند المرجعية دي علشان اعرف يعني ايه بالظبط. ايوه هقول لحضرتك كلام جميل قوي. في احزاب سياسيه مفتوحه لكل المواطنين، بتتبنى برنامج في سائر المجالات، وبتنص من ضمن ما تنص عليه على ان مرجعيتها في التشريع للشريعه الاسلاميه، وهذا ما نص عليه استاذ جمال في الدستور المصري ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. بغض النظر يعني عن لا مش بغض، لا ما بقدرش هذا التفسير، لكن القضيه انك تحظر حزب لانه بينص في برنامجه على ما نص عليه في الدستور من خلال الماده الثانيه. لذلك احنا بنسال سؤال، هي الاشكاليه في ايه؟ وهو ده اللي هيجاوب وهيوضح الامور، وهنخرج متفقين ان شاء الله في نهايه الامر. هل الاشكاليه في انك تخلي في حزب مقصور على طائفه معينه؟ ايوه انا معاك، دوت غلط وما ينفعش ان هو يحصل، ودوت مش موجود. لا هو الاشكاليه في الخلط بين الدعوه والسياسه. جاي لحضرتك اهوت، جاي لحضرتك عشان برضه نبقى واضحين. هل الاشكاليه في ان انت رافض ان في حزب تكون مرجعيته؟ لا ولا رافض ولا حاجه، مش موجود. الاشكاليه هي الخلط بين الدعوه والسياسي، عشان حضرتك ما تحطليش حاجات كتير. يبقى هنرجع للاشكاليه في ايه؟ في الممارسه، صح كده؟ اللي انت عند حضرتك في المبدا في الممارسه الخط الدعوي والسياسي، اللي انت عند حضرتك ممارسات، او خلينا اقول لك بقى اقتراح او يعني تقسيمه ثالثه. هل انت عند حضرتك اشكاليه في ان ابناء التيار الديني كلنا ابناء التيار الديني؟ صحيح، جميل قوي، بس انا بتكلم عن المصطلحات المعروفه يعني. تمام، مش بالضروره ان المصطلحات المعروفه دي انها تستمر. صحيح. يعني هل مثلا محظور على واحد سلفي ماشي لا ان هو ينضم في حزب السياسي؟ لا خالص. هل محظور على واحد بيتبنى بفكر الاخوان المسلمين ان هو ينضم الحزب السياسي؟ لا خالص. طيب جميل قوي. يبقى الاشكاليه في ايه بقى؟ هنحصر ان الاشكاليه في الممارسه، ليست الاشكاليه في النص على المرجعيه اللي كلنا متفقين عليها وما زال منصوص عليها في الدستور، وليست الاشكاليه في ان ابناء التيار السلفي او المقتنعين بفكر الاخوان او اي تيار من التيارات زي مش محظور على المسيحيين ان هم ينضموا لايه؟ لحزب. يبقى الاشكاليه هترجع في الممارسات اللي حضرتك اتكلمت عنها. يبقى احنا محتاجين نثبت قواعد اللعبه السياسيه. ايه هي قواعد اللعبه السياسيه؟ تعال بقى نتفق فيها. قول لي ما تستخدمش الاماكن العباده في الدعايه السياسيه والانتخابيه. متفق معاك قلبا وقالبا، وده ما ينفعش لا مساجد ولا كنائس تستخدم كدعايه انتخابيه، وده اصلا يتنافى مع روح المساجد. قول لي ما تستخدمش شعارات تحصر فيها الحق واللي انت متحدث باسم الاسلام واللي ينتخبني يخش الجنه واللي ما ينتخبنيش يخش النار. متفق معاك قلبا وقالبا، وانا انادي بذلك ايضا. وانا نفسي كنت بقول للاخوان هذا الكلام، وكنت بقول لهم اوعوا تجعلوا الخلاف السياسي حكومه ونائب عام تخلوه خلاف مع الدين. مش معنى هشام قنديل ليس هو الممثل للدين اللي ولا الدكتور محمد مرسي ممكن اختلف معاه وفي نفس الوقت انا متمسك بديني. في ان واحد استخدام فتاوى جازمه تجزم بان من يفعل كذا فهو آثم في امور سياسيه بحته لا علاقه لها بثوابت الدين. ايوه انا متفق مع حضرتك في هذا الامر. يبقى هنرجع نتكلم ان احنا محتاجين نثبت قواعد، وحطوا من ضمن القواعد ما ينفعش ان واحد يخل بالنظام العام. النظام اللي عنده تعريف قانوني يمكن تعريفه ان هو الحد الادنى الذي الحد الادنى في السياسه والاقتصاد والاجتماع الذي لا يمكن قيام المجتمع بدونه، ومن ضمن ذلك الهويه الاسلاميه. امنع ان في احزاب او تيارات تهاجم الهويه الاسلاميه، وما ينفعش دوت يصرح به في العمليه السياسيه. زي ما هنمنع في التيار الاسلامي ممارسات معينه، هنمنع في التيار المدني انك ما تصطدمش بثوابت المجتمع. تعال بقى نثبت هذه القواعد ونتفق عليها ونحطها في قواعد واضحه. لكن قول لي دلوقتي حظر الاحزاب الدينيه، قول لي هطبقها ازاي؟ حزب النور يعمل ايه؟ ايه المطلوب منه؟ يروح. ليه بقى؟ عشان ايه؟ يخش مع احزاب ثانيه. انا برضه ليه بقى؟ لان حضرتك ما قلتليش على النقطه الاساسيه اللي انا طرحتها على حضرتك. وخليني اروح
المهندس حسام بدل ما اختم في 10 ثواني. النقطة الأساسية هي الخلط بين الدعوي ما انا قلت لحضرتك والسياسي. ايه مظاهر الخلط بين الدعوه والسياسي؟ انا قلت لحضرتك عليها ده، سواء في المنهج او في التطبيق. ما هو يعني ايه الكلام دوت؟ ان في ممارسات هي التي تخلط استخدام دور العباده، استخدام الفتاوى التي تجزم بان الحق لا مع فلان، يعني والباطل مع فلان. رأي حضرتك كحزب النور او كتيار سلفي هو رأي صح مظبوط، ورأي الازهر رأي، ولكني انا اقتنع برأي الازهر حقك تماما، واراه هو المرجعية الاولى للبلد. ده احنا اللي كنا بندافع عن كده في الدستور يا سلمان. ده احنا اللي في هنا بقى فرق بين حاجتين، بين الرأي الرسمي اللي بترجع اليه الدولة في مؤسساتها الرسمية سواء كان في القضاء او في التشريع. مين هي لجنة الخبراء لما يفيجئ امر عايزين نعرف ايه رأي الشريعة كقرار رسمي بقى، البرلمان عايز يعرف رأي الشريعة الاسلامية او القضاء عايز يعرف رأي الشريعة الاسلامية. احنا اللي كنا بننادي ان ما كان معمولا به كعرف دستوري مستقر منذ عشرات السنين ان ينص على ذلك في الدستور ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء، ليس باعتبارها سلطة فوق السلطات كما يتخوف البعض، ولكن تكييفها اقرب ما يكون للجنة خبراء الشريعة الاسلامية اللي هيحتاجها المشرع او هيحتاجها القضاء في ان هو يتعرف على رأي القضاء. احنا اللي كنا بندافع عن هذا الامر وان الازهر يستعيد دوره وريادته. ما يتطابقش مع اللي حضرتك قلته، وخلينا نروح للمهندس حسام. بس خلينا اختم بس في 10 ثواني برضه 10 ثواني بس. طيب التعامل مع الاخطاء باعتبارها اخطاء، منطق جديد جدا ان يبقى في اخطاء من تيار، في اخطاء من افراد داخل جماعة الاخوان المسلمين، فيترتب على ذلك حظر التيار باجمعه.